أهلا بيكم في مطبخ السعادة. النهاردة هنعمل بسكوت البرتقال بطريقة سهلة جدا وبسيطة ومن غير ماكينة البسكوت، وهقول لكم السر اللي يخليه يطلع مقرمش بالشكل ده. ولو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس. ويلا نبدأ بالمقادير. أول حاجة هجيب الزبدة بدرجة حرارة الغرفة واضربها لمدة 5 دقايق بالمضرب الكهربائي، وبعد كده هضيف السكر البودر واضربهم مع بعض برضو لمدة دقيقتين. وبعد كده هبتدي اضيف بيضة لمدة برضو يعني كل بيضة حوالي نص دقيقة. وما ننساش نحط الفانيليا لغاية ما يبقى معايا قوام زي الكريمة بالظبط. وبعد كده هبتدي احط عصير البرتقال عندنا حوالي ربع كوباية، وبرضه اخلطهم مع بعض لمدة دقيقتين. وبعد كده هخلط المكونات الجافة مع بعض، الدقيق المنخول والبيكنج باودر ورشة الملح، وأقلبهم كويس جدا مع بعض. وبعد كده هضيفهم على خليط الزبدة بشكل تدريجي، وأقلبهم لغاية ما القوام بتاعي يبقى طري بالشكل ده، ما يكونش جامد عشان احنا هنستخدم كيس حلواني. وابتدي اضيفهم بكيس حلواني واختار اي شكل بالبلة انا حبه. ممكن نختار اللي هي الشرط بالشكل ده، وهنكون دهنين الصينية زيت. وهنبتدي نعمل البسكويت كله، بس اهم حاجة نسيب فراغات بينهم لانه بيفرش لما بيستوي. وهندخله الفرن على درجة حرارة 180 لمدة يعني ربع ساعة تلت ساعة. واهم حاجة نتابعه كويس جدا عشان ما يتحرقش معانا. ولما بيطلع من الفرن بنسيبه يتهوى شوية، لان ده السر اللي بيخليه مقرمش ومحافظ على قرمشته لأطول فترة ممكنة. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتدوسوا لايك على الفيديو. وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديوهات جديدة بس على مطبخ السعادة.